لخبطة. إعداد يوسف خليفة. الفنان سمير صبري، ممكن تختار معانا النهارده مهنتك؟ الكمثري سمير أبو صفارة. سمير أبو صفارة صورة كاريكاتيرية مرفوضة للكمثري. الجمهور بيشتكي انك ما بتعترفش بحاجة اسمها باقي الفلوس، وعلى المتضرر اللجوء للمصلحة. ما يفك قبل ما يطلع، يعني انا مش وظيفتي افك له، يعني انا مش بنك، مش انا البنك اللي افك، هو يجي لي جاهز، انا ما عليا الا اديله التذكره وبس التيكت بتاعه. اسمك سمير ابو صفاره، ومع كده مش شايفه في ايدك صفاره. بطلنا الصفاره، بيعايروني بيها العيال في الحاره وانا مروح. ابني الصغير بيقول لي يا بابا انت عايل يابا معاك صفاره. ايه رايك في ظاهره اختطاف الاتوبيسات؟ هي يعني لما يبقى مرة واحدة الاتوبيس اختطف ولا حد خطف ولا حد وزاق تبقى ظاهرة؟ اتوبيس مرة واحد خطف، مرة واحد عمل معرفش ايه، خلاص بقت قاعدة، بقينا احنا اللي في الصورة واحنا اللي الرحمة ناس والعدل. ممكن تكلمنا عن طبيعة علاقتك بالنشالين؟ إذا كان يعني تقصدي ان يعني عملنا مرتبط بمكان عمل واحد، ما تبقاش صداقة وما تبقاش زمالة برضه، لان ده من الناس اللي مرفوضين واللي بيسببوا لي وجع دماغ، واللي بيسبب ان الاتوبيس فجأة يفضل في ثواني، والركاب ساعات يبقى لهم مش باقي، بيبقى لهم فلوس وما دفعوهاش. كل واحد يخلي باله من جيبه. امتى تقول الجملة دي؟ بقولها الصبح وظهر وليل، في اي وقت وفي اي وردية بركب فيها الاتوبيس وما بخلص. انا اقولها من هنا وبرضه ما بخلص، محدش بيخلي باله لا من جيبه ولا من خلافه. الاتوبيس اللي فيه الكابتن سمير ابو صفاره ما يطلعهوش مفتش، ممكن تفسر لي الجمله دي؟ هيطلع مفتش يعني ليه؟ يعني هيفتش عليا؟ انا مش محتاج مفتشين. زياده زحمه يعني الاتوبيس ناقص فاضي عشان يبقى فيه مفتش ثم 2 و3 يخش يكلمني من طرف مناخيره ويقول لي المنافسته؟ لا. الفاظ ومصطلحات جديده ومتنوعه بيستخدمها سمير ابو صفاره مع الركاب، اتعلمت كل ده فين؟ من الحياه، اصل الاتوبيس هو الحياه، واللقاء مع الناس في الطلعه وفي النزله احسن من ايها مدرسه واجدع من ايها جامعه كمان. سمعنا انك مقدم اختراع اسمه الاتوبيس المتعدد الطوابق، ممكن تكلمنا عنه؟ في الواقع ان الاتوبيس المتعدد الطوابق ولا الطبقات، انا كنت شفته في بلد في امريكا اسمها انجلترا، موجود فيها الاتوبيسات اللي هي متعدده الطوابق، يعني دورين، والدورين دول بتحطي بقى فوق فيها ساعات الحريم وساعات الرجال تحت وساعات الطلبه فوق واللي غير طلبه تحت، تصنفي زي ما انت عايزه. حلم حياتي اجيبه هنا، عارفه ليه؟ عشان اقدر احبس النشالين فوق وما ينزلوش بالاتوبيس ابدا الا قدام الاسم. حضرتك سافرت بره؟ ما انا بتفرج على التلفزيون. انا عندي ادله بتقول انك في نهايه اليوم بتقفل بيبان الاتوبيس وتلم التذاكر، ممكن اعرف الاسباب؟ انا عارف ان الواد سوسه هو اللي قال لك ان انا بعمل كده عشان ابيع التذاكر تاني، بس لا وشرفك انا بعد التذاكر وبلمها تاني عشان اتاكد اللي اتباعت ايه، واذا كان في بواقي مكتوبه على ظهر التذاكر ارجعها لاصحابها ولو بعد حين. موسيقى سامي منصور، تقديم هالة السعداني.